احنا راهو من اهل السنه والجماعه اذا تابوا هذه الكلام بلا شك. قالوا ان بوليسي ولا شرطي ما تعطيش شربة ماء، هذا كذب، هذا الشيخ قال كذب. انا حاضر في الفتوى قال له الانسان السني وسلفي كذا كي يحبسوك في البراج قطره مع شربة ماء ما تعطيهالوش اذا كان ما دومونديهاش ولا ما يحتاجهاش هذا الانسان، باش ما يقولوش الناس راك ترشي. الله جل وعلا رفع فيه قدر شيخنا وامامنا وعالمنا الشيخ فلكوس حفظه الله. ياتي سفيه ليتهم هذا العالم بانه صاحب سرقات علميه. اقوال اللي راك تذكر انه مثلا قال الشيخ الفوزان من فوق راسه المطرقه، انا حضرت قال هذا كذب علي. واما الشيخ الالباني قال الشيخ الالباني اللي راه يقول بلي انا نطعن في الشيخ الالباني يسمعوا مني هذا الكلام. الشيخ الالباني الذي يقيسه بي في العلم فقد قاس فان بيني وبينه كما بين السماء والارض، ذلك رجل عالم جليل ومن اعظم الناس من نشر السنه في هذا البلد الجزائري. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أمور تتعلق بالعقيدة اختلف فيها الصحابة فيما بينهم، ولم يضلل أحدهما الآخر ولم يبدع أحدهما الآخر ولم يكفر أحدهما الآخر. كمسألة مثلا هل الجن من الملائكة، هل إبليس من الملائكة أم من الجن، اختلفوا في ذلك. هل عذاب القبر يقع على الروح والبدن أم يقع على الروح، اختلفوا في ذلك. هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ولم يرى ربه، اختلفوا في ذلك. مسائل كثيرة اختلفوا فيها. فلو قلنا أن مسائل الأصول لا يعذر، مسائل الأصول لا يعذر فيها الجاهل ويعذر في مسائل الفروع، فهذه من مسائل الأصول. هذه الكلمة يقولها السرورية لكي لا يتكلم الناس فيهم. صحيح كلام السورية الذي قال به الشيخ العثيمين، فاستمع. وأيضا فإن الخلاف وارد حتى في الأمور العلمية، حتى في الأمور العلمية العقيدية ورد الخلاف بين الصحابة ومن بعدهم. فمثلا ابن عباس رضي الله عنه ورد عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وعائشة أنكرت ذلك. كذلك أيضا ورد بل ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام أسمع أهل بدر من الكفار، أسمعهم الكلام وهم موتى، وعائشة أنكرت ذلك. وأيضا فإن من المشهور عند أهل العلم حتى حكي إجماعا أن النار لا تفنى وأن أهلها مخلدون فيها أبدا، وثبت الخلاف في ذلك عن بعض السلف. وكل هذه من الأمور العلمية العقدية. فتفهم من هذا أخي الحبيب أن أصول أهل السنة لا خلاف فيها، ولكن هناك جزئيات اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم والعلماء، ولذلك العلماء يقولون لا تبديع في هذه الجزئيات. أضرب لك المثال: أجمع الصحابة أو من بعدهم على أن لله يد، هذا إجماع لأنه أصل، ولكن الخلاف جاء هل لله شمال أم لا، لاختلاف الحديث، فهذا جزء على أصل، فمن هنا أتى الخلاف، فلا يأتي من هنا التبديع. لذلك العلماء يتكلمون في ذلك حتى يبينون لطلبة العلم أن هناك لا تضليل ولا تبديع في مثل هذه الأمور، ولذلك يقولون هناك أمور في العقيدة فيها خلاف اختلف فيها الصحابة، علمت فلا تلبس على الناس. هذه تزكية. والطريفي باش تكون على علمه، والطريفي واش خرج له حديث، ماشي خرج له حديث، خذا واحد التخريج تاع واحد الحديث من واحد الكتاب تاعو ودار في الكتاب تاعو باللي هذا خرجه الطريفي، قال ما هذا التخريج تاع هذا الحديث لا يوجد واحد من العلماء خرجه، ما كاش لا في إرواء الغليل ولا في الصحيحة ولا نحتاج هذا الحديث وما لقيش التخريج تاعو. خذيته على أساس أنه أثنى عليه عبد الرزاق البدر والبازمول وكذا وكذا وكذا، موجودة في كتبهم. قال علما أني لم أجد من العلماء من طعن فيه، لو أني وجدت واحد
طعن فيه لما أخذت عليه وأنا لا أزكيه. ولا يذهب بها إلى الرجال، إلى قسم الرجال إلا عند الضرورة. الواجب على المسؤولين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن يجعلوا قسما للنساء وقسما للرجال، كل قسم فيه من يقوم به من الرجال والنساء. والطبيبات كثيرات، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى اهتمام وعناية. أما إذا ما كان فيه عناية كل واحد، والمسؤولون عن المستشفيات جهال ولا يراعون أحكام الشرع ويخلطون النساء مع الرجال، فيحصل الضرر العظيم في هذا. المستشفيات الآن تعاني من هذا الضرر العظيم، وهو عدم تمييز النساء عن الرجال، وهذا يحصل فيه فتنة ويحصل فيه شر. فالواجب على المسؤولين المباشرين للمستشفيات والأقسام أن يتقوا الله عز وجل وأن يعتنوا بذلك. والواجب على ولاة الأمور أيضا أن يوجهوا المسؤولين عن المباشرين، يوجهوا المسؤولين المباشرين بالعناية بهذا الأمر، فإنه أمر مهم جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أحبتي في الله. سنة 2014 أو 2015 على ما أذكر كنت أدرس في مدرسة ترويبة، وكان بعض من كنا نحسبهم على السنة ثم ظهر منهم الشر فطردهم صاحب المدرسة جزاه الله خير. فكان مما يقوله لي هو وأحد من الإخوة الذين أتوا من اليمن، وهم لا أحب أن نذكر أسماءهم حتى لا نصطدم معهم في قضايا. كان يقول لي أن الدكتور فركوس قال لي في مجلس خاص: كفر بوتفليقة. هذه شهادة أشهد بها عند ربي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفيه الاكتفاء بإنكار المنكر بالقول ولو في غيبة من ينكر عليه، ليتعظ من يسمعه فيحذر من الوقوع فيه. فيحذر من الوقوع فيه. هذا الكلام يا شيخ هل يشمل سواء كان هذا الإنسان حاكم أو محكوم، علما بأنكم شيخ أفتيتم بالسنة الماضية في الحرم لأن غيبة ولاة الأمور وغيبة العلماء لا تجوز في ذلك من مفسدة؟ نعم، لما في ذلك من المفسدة. أما إذا كان في مصلحة فمصلحة متبعة، وتكون الغيبة هنا نصحا لا مجرد غيبة. شيخ سئلت مرة ثانية قلت إذا رأيت ملاحظة على كذا رجل مسؤول أو أحد ولاة الأمور تخاطبه أمامه، توجه إليه الخطاب لأنك أخطأت في كذا أمامه. نعم. وليس كيف؟ صحيح، إذا كان أمامه مو هي غيبة. الغيبة مأخوذة من الغيبة إذا كنت غائبا عنه، لأن فيها مفسدة وفيها أنها قد تزاد الكلمة وينسب للقائل ما لم يقل. هذه أسئلة جاءت: هل يعد الوزراء في الولايات والأمراء على المناطق هل يعدون من أئمة المسلمين فيجب السمع والطاعة لهم؟ نعم يسمع لهم فيما يأمرون به، يسمع لهم ويطاع، لأن هؤلاء نواب السلطان، وهم قائمون مقام السلطان في تلك الناحية، فيسمع لهم ويطاع فيما هو معروف. هذا السائل يسأل يقول: ما الدليل على؟ قال الإمام